ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحه ونعم الله. مبدئيا كده نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. النهارده بقى يا حلوين هنعمل الكنافه الساده بطريقه سهله جدا. بس بجد هتعملي صينيه كنافه حاجه كده تبارك الرحمن. بصوا، حاجه كده كريسبي وفي نفس الوقت طريه جدا، والسيرب بتاعها مظبوط جدا. وهقولك على كل التكات اللي هتنجحها معاكي. اول حاجه كده مبدئيا معايا نص كيلو من الكنافه. جبت بقى المقص بتاعي وابتديت اقص كده بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. ممكن تعملي الطريقه دي وممكن تحطيه في الفريزر لمده كده 6 ساعات وبعد كده تفتفتيها. بس بجد النتيجه دي كويسه جدا. اهو زي ما انتوا شايفين كده هفضل اقطعها كده بالمقص زي ما انتوا شايفين حتت صغيره. الكنافه عشان طازه متهويه كويس جدا فبتتفتفت معايا بكل سهوله زي ما انتوا شايفين كده. هقطعها كلها بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. اهو كده قطعتها كلها. هنا معايا نص كوبايه من السكر البودر. ضفت كده السكر، هبدأ اقلب كده كويس جدا لحد ما الكنافة كلها تشرب السكر. اهو زي ما انتوا شايفين. السكر بقى ايه لازمته؟ بيساعد ان الكنافة تبقى معاكي كريسبي ولونها ذهبي. ونص كوباية السكر مش هتخليها مسكرة معاكي ولا حاجة. هي نص كوباية كويسة جدا. اهو زي ما انتوا شايفين هنا. هدهن بقى الصينية كده سمنة، وابتدي ايه زي ما انتوا شايفين كده ارش بقى ايه بالتساوي كده في الصينية. اوزعها كويس جدا في الصينيه كده عشان ما تبقاش حته عاليه وحته واطيه. يا رب يكون كل حاجه واضحه قدامكم. لو وصلت بقى معايا لحد هنا وما حطيتيش لايك، يا ريت بقى تحطي لايك وتنوريني في القناه كده بالاشتراك بتاعك الجميل وكومنت حلو منك كده عشان ارحب بيكي. اهو زي ما انتوا شايفين كده اوزعها بقى كويس جدا. وبعد ما اوزعها كده هضغط عليها كويس جدا. اهم حاجه تضغط عليها كويس جدا. بجد سهله جدا ومبتاخدش وقت خالص، مش مكلفه خالص. اضغط بقى بايدي كده كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. هضغط كويس جدا وهجيب كمان الصينية هضغط بيها كمان. اهم حاجة الضغطة دي. اهو زي ما انتوا شايفين. اهو كده اهم حاجة الضغطة. اهي كده بقى. ضغطتها كويس جدا زي ما انتوا شايفين. وجبت كوباية من السمنة كده، هي كوباية من السمنة كفاية جدا. هدخلها بقى الفرن على درجة حرارة 180 لحد ما تاخد اللون الذهبي ده واطلعها. هنا بقى هحضر السيرب. هنا جبت الحلة نزلت فيها بكوبايتين من السكر، عليهم كوبايتين من المية، ونص عصرة ليمون، ومعلقة كبيرة من عسل الجلوكوز. اهو زي ما انتوا شايفين كده. برفعهم بقى على النار لمدة 10 دقايق كده، وبعد ما يغلوا هجيب ظرف من الفانيليا وهطفي النار. هو ده بقى السيرب المظبوط جدا. اهو زي ما انتوا شايفين كده. زي ما قلت لكم 10 دقايق وهطفي النار. اهو كده هضيف ظرف الفانيليا بقى وهطفي النار. كده السيرب بقى جاهز معايا. الكنافة طلعت اهي. الكنافة سخنة والسيرب بارد. اهو زي ما انتوا شايفين كده. بصوا ما شاء الله السيرب ممتاز جدا. سيرب الكنافة بيبقى تقيل. ما شاء الله بتشرب السيرب كويس جدا. هقطعها معاكم بقى وهتشوفوها معايا دلوقتي. بصوا حاجة كده كريسبي وفي نفس الوقت طرية. بصوا حاجة كده تبارك الرحمن. بجد اتمنى تجربوها بنفس الطريقة، هتعجبكم جدا. انسوا اي طريقة جربتوها.
يا رب بقى يكون الطريقة عجبتكم، ما تنسونيش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة، ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله في حفظ الرحمن.